لو انت ناوي تروح المتحف المصري الكبير، طبعا هو هيفتح للجمهور من يوم 4 نوفمبر. يوم واحد هيكون بحضور كبار القادة والرؤساء والملوك من مختلف دول العالم. بعد ما يتفتح للجمهور وناوي تروح، في شوية حاجات لازم تاخد بالك منها. أول حاجة، ما تاخدش أكل وشرب معاك، ممنوع تماما. تاني حاجة، بطاقتك لازم تكون معاك، مفيش دخول من غير البطاقة. لازم يتأكدوا إنك مصري، لأن في ناس بتمثل إنهم مصريين علشان ياخدوا تذاكر مخفضة، لأن في فرق في سعر التذاكر بين المصريين وأي جنسية تانية. وكمان لازم يكون معاك فيزا، أي نوع فيزا، لأنهم هناك مش بيتعاملوا بالكاش، ممكن بس في الباركينج أو الجراج، مش بياخدوا كاش خالص، فاعمل حسابك علشان ما تروحش هناك وتتحرج. بالنسبة للتصوير بالموبايل، ممكن تصور عادي فيديو أو صور زي ما أنت عايز، لكن ممنوع استخدام الفلاش، ممنوع بتاتا. وكمان ممنوع تفتح لايف، لأن كل الصور والفيديوهات اللي هتتصور في المتحف للاستخدام الشخصي فقط، فما فيش لايف. طيب إيه سعر التذاكر؟ التذكرة ب 200 جنيه للمصريين، لكن للطلبة اللي لسه بيدرسوا ب 100 جنيه، والكبار السن اللي غالبا بيبقوا فوق ال 65 أو ال 70 ب 100 جنيه. ده للمصريين، إنما الأجانب التذكرة ب 1000 جنيه. وفي فئات بتدخل مجانا زي الأطفال اللي أقل من 6 سنين، ودول عاملين لهم زي مكان كده للدخول لوحدهم، ودي حاجة حلوة جدا. واخواتنا ذوي الهمم برضو الدخول مجانا. قيس بقى على كده اي نوع من الاعاقه، سمعيه، بصريه، اي نوع، الدخول مجانا. المرشدين السياحيين اللي معاهم كارنيه ارشاد سياحي برضو بيدخلوا ببلاش. ولو حابب تحجز زياره مدرسيه او جامعيه، بتتواصل مع اداره المتحف وتنسق معاهم، وفي ايميل مخصوص حاطينه علشان تقدر تتواصل معاهم للنوع ده من الزيارات. وكمان تقدر تحجز جوله مع مرشد سياحي، وفي ناس بتنصح بكده لانها بتسهل عليك حاجات كتير جوه. طبعا لازم تكون لابس حاجه مريحه، المكان كبير جدا وهياخد منك ساعات كتير من اللف. المتحف جميل ورائع، المناظر جوه تحفة، لازم تروح وأكتر من مرة كمان، مش مرة واحدة، لأنك استحالة هتخلص المتحف كله في مرة واحدة. هتشوف حاجة فخمة ورائعة، صورة حلوة لينا قدام العالم كله، وتنساش تفتخر إنك مصري.